مش عارفه ليه الدنيا قامت ما قعدتش لما طلعت قلت لكم انا لما لقيت فرح عند جيراننا في تنزانيا بياكلوا في فرحهم عاملين اكل فرح فول، لقيت هجوم غير طبيعي يا جماعه. بس للناس اللي اول مره تشوف الفيديو تعالى احكي لكم من البدايه. انا كنت سمعت دوشه كده عند الناس اللي قصادنا في البيت اللي قصادنا، بالمناسبه البيت ده مش عيله واحده، ده البيت عباره عن مجموعه غرف وكل غرفه فيها اسره، وده فرح اسره من الاسر اللي موجوده في البيت ده عشان يعني الفقر الشديد اللي هناك كل اسره بتسكن اوضه. لقيت عندهم اللي هي فكره النقوط اللي موجوده عندنا، وكمان لقيت عندهم كراسه النقوط زيهم زينا، وعجبني قوي 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 التعايش اللي ما بينهم هناك شبه عندنا هنا كده. يعني تلاقي المسيحيين والمسلمين بيتعايشوا بشكل حلو جدا، ما فيش تعصب ولا عنصريه، شبه كده جونا احنا في مصر، بيروحوا الافراح بعض وبيروحوا يجاملوا بعض. وكمان النقطه هناك مش شرط تكون فلوس، ممكن تبقى شايل حلو زي اللي الست الجميله دي ادته لجارتها. وابتديت ان انا اصور لكم، قلت لكم ان الست دي النبطش بتاع الفرح، وعجبني قوي 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 جو البهجه اللي معمول هناك رغم فقرهم الشديد. وانا يا جماعه رحت ولمست ده بنفسي، عجبني ان هم من ابسط الاشياء بيعرفوا يسعدوا نفسهم حلو قوي. بس اللي زعلني بقى يا جماعه لما جت لقطه ان اكل الفرح ابتديت انا اصوره، انا اكلته يا جماعه رغم ان انا مش عايزه اقول لكم هو معمول ازاي والميه اللي معمول بيها الاكل دي كانت عامله ازاي. انا اكلته من باب جبر الخاطر، من باب ان انا ما ازعلش الناس دي وافرحهم ان انا اكلت من اكلهم اللي هم يعني كانوا فرحانين ان هم بيقدموه لي على اعتبار ان ده فرحه وهم عايزين يفرحوا الكل. وده بالمناسبه اقصى ما في وسعهم ان هم يقدموه للضيوف، وكنت فرحانه جدا وسعيده، وكنت بنقول لكم تجربه حيه عشتها بنفسي هناك. وكلت الاكل ولقيته هو عباره عن فاصوليا بالمناسبه يا جماعه، بس لما اكلته هو الفول بتاعنا اللي موجود في مصر. ونقلت التجربه من باب ان اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، يعني هم فرحانين جدا بطبق الفول ده، وبجد كانوا سعداء جدا ان هم بياكلوه. حتى لما عزمت بيه على البنات اللي كانوا جيراننا في المكان كانوا مبسوطين جدا ان هم بياكلوه، رغم ان احنا عندنا في افراحنا بنعمل ولايم وعزايم والناس بتبقى ماشيه مش عاجبها حالها ولا عاجبها الاكل اللي اكلوه في الفرح. فانا كنت نقله تجربه حلوه قوي، تجربه انسانيه انا اتاثرت بيها لدرجه والله الناس اللي كانوا معايا شافوا دموعي وهي بتنزل، ان الناس دي رغم البساطه الحاجات اللي موجوده الا انهم كانوا مبسوطين جدا جدا. حتى المشروب اللي بيتقدم كان مشروب عباره عن جنزبيل وحشيشه ليمون، كنت مبسوطه جدا بيه، وكنت زي ما انتم شايفين كده هتلاقوني شربت الكوبايه كامله رغم ان هو كان حراق جدا. تجربه انسانيه عشتها وكنت مبسوطه جدا لما نقلتها. بس حقيقي التعليقات زعلتني جدا ووجعت قلبي يا جماعه. الناس دي ابسط من البساطه والله العظيم، يمكن جمال جدا رغم فقرهم وتواضعهم، الا انهم جمال جدا وادوني درس حلو قوي في التعايش والبساطه والرضا باللي ربنا قسمه لهم ايا كان بساطه الشيء ده. فبالله عليكم بالراحه عليا شويه، لان والله لا الترندات سكتي ولا ليا في الجو ده خالص. انا نقلت لكم تجربه انسانيه اتاثرت بيها وحبيت ان انتوا تعيشوها معايا مش اكتر. فبس كده، ولو عجبكم طبعا الفيديو لايك وشير.